عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لسيدنا النبي ولآل البيت. أن يرحم الله أمنا الراحلة وزوجها وسائر موتانا أجمعين. هات السبحة، هات السبحة عشان أعرف أشتغل. ما أخدش حاجة بتاعك وراح فين؟ خدها هو من قرية عبس. الكرام الأعلام أهل الأدب والواجب والأخلاق العالية، وهذه حقيقة لا مجاملة ولا رياء. أسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يستر أعراضنا جميعا، وأن يبارك في شبابنا، وأن يحفظهم أجمعين. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لأولاد أبو يوسف لأعمال الفراشة والإنارة في وقت وجيز شيدوا لنا هذا السرادق رغم حرارة الجو القارصة. كذلك أولاد الحج عبد لأعمال الضيافة الفندقية المتميزة قناة أبو زياد من الحج محمد المرسي. أسأل الله أن يبارك له في نجله الأستاذ محمد الهندسة الصوتية والإذاعية. ليلة التكريم لكريمة آل عمير الكرام، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. وآل عميرة أنا مش جاي أعرفهم أصلهم. آل عميرة على مستوى الجمهورية رجل واحد، والفرع الثاني من آل عميرة عندنا في قصاصين الإسماعيلية. وأنتم أبناء عمومة لنا. مرضتش أقول الكلام ده العصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الوالد الكريم الحج إبراهيم عمير رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وكذلك زوجته الغالية التي نشارك أبناؤهم الأعلام الحج محمد والمعلم علي، كذلك المعلم حمدينو، وكذلك الحج أحمد، وكذلك الحج حسن أبو عميرة، كذلك الحج إبراهيم، كذلك الحج مصباح يزيد مستشار مصباح السيد زيدان، وكذلك الأستاذ مصباح عميرة والعائلة الكريمة جميعا. أسأل الله أن يرحم أمنا رحمة واسعة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولا ولد. عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم ناجاه. سجد الجبين لهيبته، ركع الراكع لخشيته، دعا الداعي دعاؤه يرجو رحمته وجنته إنه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت المجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صلاة وسلاما على شجرة الاصل النورانية ولمعة القبضة الربانية وافضل الخليقة الانسانية واعظم الصورة الجسمانية. من اندرج النبيون تحت لوائه فهو قائدهم وهو امامهم، امام حضرة رب العالمين، بيده لواء الشفاعة يوم الدين.
صلى عليه الاله والملائكة اجمعين. نور الورى صاحب مقام قاب قوسين او ادنى. من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصل عليه سيندم، لانه الحبيب الذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم، النبي الذي قدمه في الصخرة علم. الف الالفة باء البهاء تاء التحلي تاء الثبات جيم الجمال حاء الحلم خاء الخير دال الدلال ذال ذكر المتعال راء الرحمة الكبرى زاي زين الوجود سين السعود شين الشهود صاد الصفاء ضاد الضياء طاء الطلال ضاء الظلال عين العناية غين الغاية فاء الفتوة قاف القوة كاف الكمال لام اللطف من المتعال ميم الملك نون النوال واو الوفاء هاء الهنا لام ألف توحيد لا إله إلا الله ياء الياقوت ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل للنقاش خاتم فقال اكتب عليه لا إله إلا الله، فكتب النقاش وارسله لحضرة النبي فوجده مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتب النقاش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتبت من قبل السماء. غضب حضرة النبي ورده للنقاش وقال ابقى على لا اله الا الله وحدها، ففعل ورده اليه فوجده مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتد غضب حضرة النبي، واذ بامين الوحي جبريل عليه السلام يقبط لحضرته يقرئه السلام، السلام يقرئك السلام ويقول لك ابقيت على ما احببت وابقينا على ما احببنا، فانت تقول لا اله الا الله ونحن نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الوجود نور كل مجلس هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون من وجه الحبيب تنورا اغلا بمقدم احمد روح الورى، بحر بساحه النبيون الاولى وقفوا حيارى باهتين بلا مرى، تالله ما في الكائنات كاحمد بشرا ولا خلقا يرى، ثبتت له في الخارقات عجائب وبكفه الماء الزلال تفجرا، جد الحسنين ابو البتول المصطفى من كمثله يعطى اللواء والشفاعة والكوثرة، حرم الامان لكل عبد خائف لذ بحماه تجد خيرا اوفرا، دوما هو اللوح الالهي الذي قد كتب الاله عليه ما قد قدرا، نرجوك يا جد الحسنين تكرما، ضاق الخناق وقفنا ببابك ودون بابك لا نرى، يا مصر قومي واسمعي القرآن، سلطان القراء الشرقاوي الآن يزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي هيا بسماع القرآن جددوا الإيمان، يا عبس قومي واسمعي القرآن، أتاك سلطان القراء الآن يزلزل الوجدان. فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فخامة الاسم تكفيه عن الألقاب، دقة الأداء تنهيه عن أي ألقاب، لكن العالم أجمع أنه سلطان القراء، فليتفضل فضيلته مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا.
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في
الخطاب. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ايه عرفك ان احنا بنجري عند جزارين ويبدأ عليه؟ بس هم بيجزروا الايمان والحاجات دي. الله يكرمك. نور قطع الكهرباء يا حاج. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة
كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عليك يا سيدنا، ربنا يعزك بارك فيك. وظن داود أنما فتناه
فاستغفر ربه. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مش قاعدين نشجعك، اقسم بالله العلي العظيم انا قاعد عشان اسمعك. شجعك البلد كلها بتشجعك. افتح عليك. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. عليك يا سيدي. فغفرنا له ذلك
فغفرنا لهم ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا سلام. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن
سبيل الله ويجعلك مستور. يا سلام، حسن دعاء والدتك اليك ان يقدمك عنه. يا سلام، وقد استجاب الله لها ذلك. ايوه، امال ايه يا عم الحاج؟ من اول ربنا مدد يرحمه رحمه واسعه. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل مولانا احنا خلصنا شتة الرز وخلصنا كل حاجه وقاعدين نسمعك. الله يفتح عليك. هتخرج ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى ولا تتبع بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الرئيس المشير الكريم العظيم سيدنا السيدة زينب. والله انت مشرف ومنور. الناس دهية بتحب تسمع قرآن، والحاجة المتوفية رحمة الله عليها كانت كريمة وست طيبة ربنا يرحمها. فليلتها الليلة دي ليلة جميلة وربنا يوفقك. عاوزين نسمع قرآن جميل. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سلم يا رب، اللهم اجرنا من العذاب. يا رب اجرنا من العذاب. وما خلقنا السماء والأرض
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا من أنزله والصلاة والسلام على من نزل عليه. كمان يا سيدنا كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشير وراءناه الجهاد فقال إني أحببت حب الخير لا عليك وبعدين ردوها على هذا الرواية، ردوها علي بالرواية. ايه؟ مالناش دعوه بالعشاء، مش هنأذن العشاء. بقول لك اشتغل براحتك، اشتغل براحتك مع احترامي لكل الحاضرين. لحظه كده، لحظه. سيادنا احنا هنكمل الربع براحتنا، محدش يزعل، عايزين نسمع الراجل. لو حد عنده مشوار شكر الله سعيه. طيب النايب تعالى بس كده خلاص. انا بشكركم والله، بشكركم على هذا الشغل. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. احنا مش قلنا هنقرا براحتنا. الناموس تعب خلينا الختام ده، يبقى الختام. لازم ابوس العلبه دي. انت منورني والله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وفؤادنا بالنظر إلى وجهك الكريم. شفع فينا خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، مما تيسر من آي سورة صاد، وللتلاوة تكملة عقب صلاة العشاء بإذن الله. نأمل في ذلك قارئنا العلم سلطان القراء في هذا الزمان فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، علم اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. حاضر. في هذا المقام القرآني الكبير، في هذه الليلة القرآنية المباركة، نشارك فيها آل عمير الكرام
ليه يا عم تجدد تاني؟ الرقم على الصفحه مش معايا الرقم ليه والله؟ الشيخ عامر ابو سلام. في ليلة التكريم لحرم الوالد الكريم والغائب الحاضر الحج ابراهيم عميرة رحمة الله عليه هنا ببني عبس اولاد صقر محافظة الشرقية، يشارك ابناؤه الكرام الحج محمد والمعلم علي عميرة، الاستاذ حمدينو عميرة، الحج احمد عميرة والحج حسن عميرة، كذلك الاستاذ الحج ابراهيم والمستشار مصباح السيد زيدان، وكذلك الاستاذ مصباح عميرة والعائلة الكريمة جميعا. شاكرا لحضراتكم ولعمد ومشايخ البلدان ولكل شخصية وفدت في هذا المقام. مقام احتوى آلاف المعزين من اعلام دولة الواجب. انها مظاهرة عظيمة في ليلة تكريم لأم كريمة كفلت اليتامى وربتهم حتى صاروا رجال، انفقت في سبيل الله وعاشت مع ابنائها هذه الحياة بحلوها ومرها. من اخر اعمالها الصالحة صلت الفجر في هذا اليوم، جلست على مصلاها تستغفر الله وتدعو لابنائها ولسائر المسلمين. احسن الله لها الخاتمة بصلاة الاوابين اي صلاة الضحى، ثم افاضت روحها الى بارئها في وسط زفاف من ملائك الرحمن. ان الروح الطيبة الكريمة يقول لها سبحانه وتعالى: فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، تحملها الملائكة تصعد بها الى السماوات العلى، تستفتح ابواب السماوات، وحينما يستفتح لها الملائكة يشمون رائحة طيبة، اي هذه الرائحة؟ فيقولون انها روح فلان ابن فلانة. ولما يقول ابن فلانة؟ ولما ينادينا الحق تبارك وتعالى يوم القيامة باسماء امهاتنا؟ لان الام هي الاعلم بنسب الولد لوالده. فاذا نادى الحق تبارك وتعالى بفلان ابن فلان وتكن امه وقوف بين الخلائق ولم يكن ابوه زوجها اي جاء من حرام، فاصبحت الفضائح والله من اسمائه الستار. فالله ستار على عباده في الدنيا، ستار على عباده في الاخرة. انها روح فلان ابن فلانة او فلانة بنت فلانة. اذا مات العبد الصالح حزن عليه موضع سجوده في الارض، كذلك موضع ارتقاء اعماله في السماء، وكذلك موضع ارتقائه في السماوات العلى والملائكة التي تحمل اعماله الصالحة. واستغفرا لعبدي واكتبا ذلك حسنات في صحيفة حسنات عبدي الى ان اقم الساعة. رحم الله امنا الغالية. والله انني احس في هذا المقام اشم رائحة سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها
فاسألكم الفاتحة لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.